صباح الخير ومساء يا جدعان، وفيديو جديد من كتاب أليكس فيركسون. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا يصبرهم وينصرهم. من لحظة ما بقى مانشستر يونايتد شركة عمومية في 1990 كنت متأكد من إن النادي هيتباع وهيبقى شركة خاصة. شركة روبرت مردوخ مؤسس قنوات سكاي وفوكس كانوا أكبر المزايدين قبل ما يجي مالكوم جليزر في 2003. مع تاريخنا وحالتنا كنا جايزة كبيرة صعب قوي المستثمرين يتجاهلوها. لما تمسكوا الجليزرز بالفرصة دي، أندي وولش من مجموعة جماهير مانشستر يونايتد اتصل بيا علشان يقول لي إن لازم استقيل. أندي كان شاب جميل، لكني ما فكرتش أبدا إن أقبل العرض بتاعه. أنا كنت المدرب مش إداري ولا واحد من الملاك اللي باعوا النادي. شراء الجليزرز للنادي ما كانش بإيدي بأي طريقة. كان بيقول لي كلنا هنبقى وراك وهندعمك. قلت له طيب تفتكر هيحصل إيه للطاقم المساعد بتاعي؟ اللحظة اللي همشي فيها معظم مساعديني هيمشوا هم كمان. جزء كبير منهم كمل معايا 20 سنة. التأثير اللي بيحصل بسبب تغيير مدرب أوقات مش بيفهموا الناس اللي بره الدايرة دي. خليني أعترف وأقولك إن الوقت ده كان حقيقي مقلق جدا عليا. واحدة من مخاوفي كانت الفلوس اللي لازم نستثمرها في الفريق، لكن كان لازم برضو إني أثق في قدرتي على إني هلاقي لعيبة كويسين وكمان أقدر أبني هيكل للفريق كويس. خلينا متفقين على نقطة، إن الجليزرز اشتروا نادي كويس وثابت وكانوا فاهمين ده من البداية. أول اتصال بينا كان عن طريق مكالمة هاتفية مع الوالد مالكوم. بعدها بأسبوعين الأولاد جويل وآفي جم عندنا علشان يتكلموا عن مناصبهم، وقالوا لي إن مش هيكون في أي تغيير في طريقة اللعب اللي بيلعب بيها الفريق. أعتقد إنهم كانوا متأكدين إن النادي في إيد أمينة، لأني كنت مدرب ناجح وهم كانوا بيدعموني، وكل حاجة كنت عايز أسمعها سمعتها في اليوم ده. كنت عارف إن أكيد في شوية تغيرات هتظهر. الناس ممكن تقولك إن كل حاجة زي الفل والوضع تمام، وبعدها يغيروا مليون حاجة، يخسر الناس وظائفهم، ينزلوا المعاشات والأجور علشان يقضوا على الديون. لكن اليونايتد فضل ثابت تحت الملاك الجداد بالرغم من القروض الكبيرة اللي كل الناس كانت بتتكلم عنها والمصاريف والفوائد. هقولك على حاجة، مثلا لو كانوا ادوني تعليمات علشان اتخلص من واحد من المدربين المساعدين، وده كان هيقلل من قدرتي على السيطرة او التحكم في النادي مثلا، وكانت هتتغير حركة وديناميكية الفريق كلها، لكن انا عمري ما واجهت اي ضغط من النوع ده. بالتالي هل هتتخلى عن كل حاجة لان شوية من المشجعين شايفين انك من الافضل تمشي؟ لما جيت لي اليونايتد كان في مجموعة من المشجعين اسمهم السكين بورد، كانوا بيتقابلوا في مكان اسمه جريل روم وبيبدأوا يقرروا من وجهة نظرهم ايه المشاكل اللي في النادي. في الايام دي لما كانت سيطرتي اضعف كنت بهتم اكتر بالضرر اللي ممكن يسببوه لمنصبي لو قرروا انهم يكونوا ضدي. مدربين تانيين في اليونايتد قبلي حسوا بنفس الموضوع ده. عايز اقولك ان كان في مجموعة من مشجعين مانشستر يونايتد في البداية كانوا متضايقين جدا من استحواذ الجليزرز على النادي، لدرجة انهم اتخلوا عن تذاكرهم الموسمية وبدأوا نادي كرة قدم جديد وسموه يونايتد مانشستر. في تمن لازم هتدفعه لما هتبقى مشجع لنادي كورة، والتمن ده هو انك مش هتقدر تكسب كل الماتشات ومش هتكون مدرب طول العمر. في ماتشات الكورة مشاعرك دايما هتبقى مضطربة، الكورة ساعات بتسبب التناقض. انا فاكر مرة لما كنت في رينجرز خسرنا ماتش وبعدها بدأ المشجعين يرموا الطوب على الشبابيك. ما كانش فيه اي سبب غير سني، علشان لو الجليزرز فكروا يغيروني يعني في صيف 2005، لكني ما كنتش بفكر في الاحتمال ده ابدا وعمري ما حسيت اني مهدد. دفعنا عشرات الملايين في فوائد القروض اللي اخدناها، وكنت هبقى متفهم ان ده كان ممكن يأثر او يضغط علينا لبيع لاعب او الحذر في شراء لاعب معين. لكن في الحقيقة جزء من اجزاء قوة الجليزرز هو القسم التسويقي في لندن. جابوا لنا عشرات من الشركات الرعاة من جميع أنحاء العالم. كان عندنا خطوط الجوية تركيا، وشركة اتصالات من السعودية، وبلاد تانية زي هوكونج وتايلاند، وشركة البيرة في شرق آسيا. عملنا حبة فلوس زي الفل، وده ساعدنا طبعا في نقطة التعامل مع الديون. أما بالنسبة للناحية الكروية قدرنا نجمع كتير من الأرباح، والجمهور المكون من 76 ألف مشجع ساعدونا كتير الصراحة. عمري ما حسيت اني مسجون من الجليزرز في اي لحظة. معظم الوقت كنا انا وديفيد جيل اللي بناخد القرارات، ومن غير ما يجي حد من فوقيك ويقولك لا انت لازم تتصرف في الحدود المعينة دي نظرا لديون النادي يعني. ده بالعكس بدأنا نتوسع، ومن وقت 2007 مواهب أجنبية كتير انضموا لينا
من امريكا الجنوبيه والبرتغال وبلغاريا. لكن عارف ما كانش فيه اي لاعب اجنبي وقتها واخد كل الاهتمام وانظار الاعلام والناس كلها زي كارلوس تيفيز. بداية من الجدل الكبير اللي حصل عن هبوط شيفيلد يونايتد من البريمير ليج لحد ما انتهى بيه الحال في الاخر ضدنا في مانشستر سيتي، واللوحات الاعلانية باللون الازرق الفاتح اللي مكتوب عليها اهلا بيك في مانشستر. الحكاية بدأت لما كان تيفيز في ويست هام، وديفيد جيل كان جاله مكالمة من وكيل اعمال تيفيز اللي قال له ان الولد هيحب جدا انه يلعب لمانشستر يونايتد. سمعنا الموضوع ده من لعيبه كتير زي ما قلت لكم قبل كده، دايما في وكلاء هتتكلم علشان يقولوا لنا ان لعيبتهم هيحبوا جدا جدا يلعبوا لينا. انا كنت شايف اننا من الافضل ما ندخلش نفسنا في عرض معقد مع تيفيز، واتفق معايا ديفيد جيل في ده. كان واضح ان في جمعيه من الناس هم اللي بيملكوا اللاعب، لكني طبعا قلت لديفيد ان تيفيز هيقدر يأثر في الماتشات بحيويته وعنده سجل تهديفي كويس جدا. فاضل بس نوع الاتفاق بينا هيبقى ايه. ديفيد قال لي اننا هنقدر نجيبه سنتين اعاره وبمبلغ كويس جدا، وده اللي حصل فعلا. واول سنه ليه قدم تيفيز موسم كويس جدا، سجل كتير من الاجوال الجميله والمهمه في ماتشات مثلا زي اللي كانت قصاد بلاك بيرن او توتنهام تشيلسي. كان لاعب مليان بالحماس والنشاط، ما كانش عنده السرعه المميزه وما كانش بيتدرب كويس، دايما كان عايز يريح شويه، قال ايه رجله وجعاه. في سياق طريقه تمريننا ده كان بيزعجنا طبعا، اوقات كنا عايزين نشوف من اي لاعب الرغبه الدايمه في التمرين. اللعيبه الافضل عندهم الرغبه دي، لكن تيفيز كان بيعوض ده بحماسته في الماتشات. في نهائي دوري الابطال 2008 في موسكو لعب وسجل في ضربات الجزاء قدام تشيلسي، وهو كان اول واحد هيشوط لينا. في الماتش نفسه خرجت روني وسبت تيفيز لانه كان فايق اكتر من وين. اللي دخل الشك بينا في تاني موسم لتيفيز هو اني ببساطه وقعت مع بيرباتوف، وكنت متجه لاني اخلي روني وبيرباتوف هم ثنائي الهجوم بتاعنا. لما كنت بتفرج على بيرباتوف مع توتنهام كنت بحس انه يقدر يعمل تغيير، لان كان عنده الهدوء والوعي اللي ما كانش عندنا في مجموعه الهجوم بتاعتنا. كان بيبين قدرات كانتونا او تيدي شيرينجهام، مش سريع قوي لكنه يقدر يرفع راسه ويعمل باص جميل. افتكرت انه هيقدر يرفعنا في المستوى ويعلي نطاق المواهب عندنا، علشان كده وصول بيرباتوف كان سبب طبعا في نزول مستوى تيفيز للدور المساعد. وعلى حوالي ديسمبر في الموسم الثاني ليه بدأنا نحس انه ما كانش بيقدم مستوى كويس كفاية، والسبب في رأيي انه من النوع اللي بيبقى عايز يلعب على طول. لو ما كنتش بتتمرن كويس وهو ما كانش بيعمل كده مش هتقدر تلعب بانتظام ببساطة يعني. سألني ديفيد جيل أليكس عايز تعمل ايه؟ حسيت اننا لازم نستنى لحد فترة متأخرة في الموسم علشان نقرر، لكن ديفيد قال لي تيفيز ووكيله عايزيننا ناخد القرار دلوقتي. قلت له طيب بص، قول لهم اني بحاول اخليه يشارك في ماتشات اكتر علشان نقدر نوصل للقرار المناسب، لان بيرباتوف موجود في الفريق بشكل مستمر اكتر. تيفيز اثر على كتير من نتائج الماتشات في النص الثاني من موسم 2008-2009، خصوصا قدام السبيرز في ملعبنا لما كنا متأخرين بجولين. نزلته من على الدكة علشان يغير الوضع للأحسن، وقد كان بيجري ورا كل كرة في الملعب. حماس فريقنا زاد بعد ما نزلت تيفيز الصراحة، وكان السبب في فوزنا 5-2. تأثيره غير سير الماتش تماما. في نص نهائي دوري الأبطال 2009 لما لعبنا الأرسنال وكانت تشكيلتي فيها الثلاثي رونالدو وروني وبارك، وكانت برضو دي التشكيلة اللي اخترتها للنهائي، لكن تيفيز ما كانش مبسوط بيها. سببنا فوضى كبيرة في نهائي روما قصاد برشلونة لما اخترنا فندق سيء، وكان الوضع كارثة. لازم نعترف اننا كنا سيئين جدا في التنظيم. المهم دخلت تيفيز في الشوط الثاني وحسيت شوية انه كان بيلعب بأنانية. بعدها واللي فهمته انه خلاص كان قرر انه هيلعب لمانشستر سيتي. بعد الماتش في روما قال لي انت ما بينتش اي رغبة كبيرة في انك تتعاقد معايا كلاعب دائم. شرحت ليه اني كنت عايز اشوف الموسم هيمشي ازاي، وانه ما كانش بيلعب ماتشات كويسة جدا او ما كانش منتظم في التدريبات علشان اكون متأكد من قراري. ديفيد عرض 25 مليون علشان نخلص في تيفيز، لكن كأننا بنكلم الحيطة، لانه كان زي ما قلت لكم قرر انه هيروح الجزء الثاني من المدينة. الاشاعة واللي ما كانتش مؤكدة هو ان اعدائنا في مانشستر دفعوا 47 مليون جنيه علشان يجيبوا تيفيز. تيفيز برضو اتكلم مع تشيلسي اللي عرضوا 35 مليون، لكن السيتي عرضوا مبلغ اكتر فبالتالي راح هناك. بالنسبة لي المبالغ دي كانت كبيرة طبعا وخيالية، ما كنتش هدفع اي حاجة من المبالغ اللي بتتقال دي، لكن تيفيز كان لاعب ممتاز وكان مؤثر.
وكان الغلط من عندنا لاني كنت معجب ببرباتوف اكتر وكنت عايز اشوفه بينجح، لكن برضه تيفيز كان من النوع اللي بيحب كل شويه يتقال له انه لاعب كبير ولاعب كويس. الالغاز اللي كانت حواليهم هما الاتنين كانت دايما موجوده، لكني الصراحه ما واجهتش اي مشاكل انضباطيه مع تيفيز زي المشاكل اللي واجهها روبرتو مانشيني مع الولد لما رفض انه يقوم يسخن لما كان مع مانشستر سيتي في دوري الابطال في المانيا زي ما قالوا يعني. لكن كان في هيصه كبيره حوالين دوره في هبوط شيفيلد يونايتد في 2007. جول تيفيز كان بيحمي ويست هام من الهبوط لما جم ملعبنا في اخر الموسم ده. مانشستر سيتي تم تغريمهم لانهم خرقوا قوانين الطرف الثالث من العقد مع تيفيز، لكن ما اتسحبش منهم اي نقط من البريمير ليج. اكيد سجل تيفيز ضدنا الويست هام وده ساعد على هبوط شيفيلد يونايتد. ونيل اورنوك مدرب شيفيلد وقتها واللي حاول يلومنا لاننا، وده على كلامه يعني، اخترنا ننزل بتشكيل ضعيف قدام الهامرز. كنا بنلعب في نهائي الكاس الاسبوع اللي بعد ماتش ويست هام وتشكيلتنا كانت واحدة من اقوى التشكيلات في الدوري، وكنت بغير الفريق طول الموسم على حسب الوضع العام واهمية الماتش. لو رجعت شفت ماتش ويست هام ده كان المفروض ناخد ضربتين او 3 ضربات جزاء على الاقل، لكن الحكم ما حسبهمش والحارس بتاعهم عمل ماتش كبير وقتها. هو تيفيز سجل الجول، لكن في الحقيقه ويست هام ما كانوش مركزين في الماتش ابدا واحنا سحقناهم. دخلنا رونالدو وروني وجيجز في الشوط الثاني ورغم كل ده ما قدرناش نكسب في الاخر. وقتها عم اورنوك اتهمنا باننا تخلينا عن الماتش، مع ان في اخر ماتش ليهم هم واجهوا ويجن في ملعبهم وكل اللي احتاجوه هو التعادل. لو عايز ترجع للزمن في اول يناير او اول الموسم ده، اورنوك سمح لديفيد اونسورس انه يروح لويجن ببلاش، ولسخرية القدر يسجل اونسورس البيلن اللي تسبب في هبوط شيفيلد يونايتد من البريمير ليج. هل في اي شخص عاقل يطلع بقى يقول ان انا اللي تسببت في كل الفوضى دي؟ طب هو ما بصش لنفسه في اليوم ده وقال كل اللي احتاجناه هي نقطة بس قصاد ويجن؟ اتهامه لينا ده في الحقيقة يعني كان تافه. المهم في يناير 2007 رجع لويس صاها في بداية الموسم وكان مبشر بالخير، لكنه رجع تاني يعاني من الإصابات في أكتوبر. رئيس طاقم الكشف عن المواهب في اليونايتد قال لنا إن هنريك لارسون هيكون خيار أفضل بكتير لينا، وأكيد هيفضل يجي مانشستر عن الدوري السويدي، وهو لسه عنده كتير يقدمه وعلى مستوى عالمي. النادي اللي كان بيلعب فيه هنريك قالوا إنهم مش عايزين يبيعوه، لكني طلبت من جيم إنه يسأل مالك النادي نفسه عن إيه رأيه انه لو يسيب لارسون يجي اعاره في يناير. هنريك من الناحيه التانيه هو كمان كان بيحاول يزق الصفقه. لما وصل فعلا لمانشستر يونايتد كل لاعبتنا كانت بتهتف باسمه بحماس رهيب. بالنسبه لراجل في عمر ال 35 فاستجابه لارسون للتعليمات من الجهه التدريبيه كانت عظيمه. كان بيتدرب بشكل كويس وكان بيسمع لكارلوس في كل المحاضرات التكتيكيه، كان مهتم بكل تفصيله صغيره بنعملها. في الحصص التدريبيه كان ممتاز زي ما بقولك، تحركاته، تمركزه، اجواله الثلاثه اللي سجلهم معانا او ارقامه ما كانتش معبره خالص عن التاثير الحقيقي ليه في الملعب. في اخر ماتش ليه بالوانا ضد ميدلسبرا كنا متقدمين 2-1 وهنريك رجع علشان يلعب في نص الملعب وجري جري مش طبيعي. لما رجع لاوضه اللبس كل اللعيبه او كل افراد الطاقم التدريبي وقفوا وسقفوا له. لازم طبعا تكون لاعب مميز وكبير علشان تقدر تعمل التاثير ده في نادي زي مانشستر في شهرين بس. تعرف كان ممكن اجيبه من زمان، كنت قادر اقدم له عرض لما كان في سيلتيك، لكن ديموند ديزموند اكبر مالك في سيلتيك وقتها اتصل بيا وقال لي أليكس انت خيبت ظني، انت عندك لعيبه كتير، احنا محتاجين هنريك. المهم احنا مش بنتاثر بخروج اي لاعب، كده كده شهر بعد رجوع هنريك للسويد وكنا مسجلين اكبر نتيجه اوروبيه لينا في تاريخ دوري الابطال 7-1 على روما في 10 ابريل. مايكل كاريك ورونالدو كل واحد فيهم كان مسجل جولين، وجول لروني وجول تاني لألين سميث، والاخير كان لباتريس إفرا واللي كان اول جول ليه اوروبيا. الفوز في الماتشات الكبيرة في العادي هيحتاج منك 8 لعيبة، لان انت ممكن تتحمل 3 مش بيلعبوا كويس في يوم ماشي مش قصة، او هيعملوا دور تكتيكي بحت علشان نحافظ على النتيجة. لكن في مرات قليلة هتلاقي ال11 لاعب كلهم بيلعبوا بتناغم جميل، هنا انت هتكون وصلت للكمال الكروي. كل اللي عملناه في الليلة دي كان عظيم، عملنا باصتين بس وسط 6 لعيبة من روما، ومن لمسة واحدة ألين سميث بيسجل من باص راين جيجز ومن بين لعيبة قلب دفاع روما. علشان كده في اللحظات دي انت ممكن تقول لنفسك جميل، مفيش اي حاجة ممكن نزودها هنا.
انا فاكر الماتش اللي كسبناه قصاد نوتنغهام فورست سنة 99 8-1، وكان ممكن جدا الماتش ده يخلص 20. لكن بالنسبة لماتش روما كانوا فريق كويس جدا على فكرة. كان عندهم وقتها فرانشيسكو توتي ودي روسي وكريستيان تشيفو، لكننا سحقناهم تماما. كانوا كسبانين 2-1 على ملعبهم في روما لما اطرد سكولز لانه عمل تاكل انتحاري على خط التماس، لكن الولد اللي اتعمل عليه التاكل ده كان بره الملعب اصلا. وبسبب الطرد ده والخسارة اكيد الضغط علينا كان كبير جدا في ماتش الاولد ترافورد لحد ما بدأنا نعميهم اجوال. الماتش اللي كان قصاد ويمبلدون في كاس الاتحاد الانجليزي سنة 94 كان برضه ماتش كلاسيكي تاني. 3-0 النتيجة مش كبيرة قوي لكن في الحقيقة احنا سجلنا جول بعد ما عملنا عليهم 38 باص بين لاعبتنا. الناس ممكن تتكلم عن ان افضل جول لمانشستر يونايتد هو جول راين جيجز على الارسنال في نص نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، او ناس تانية ممكن تشوف افضل جول بالنسبة له جون وين روني الاوفر هيد في مانشستر سيتي. لكن بالنسبة لي انا الجول ده اللي في ويمبلدون كان عظيم. كل لاعب في فريقنا لمس الكورة. في اول دقيقة في الماتش فيني جونز حاول يخبط كانتونا كده ووقعه فعلا. كل لاعبتنا جريوا على جونز، لكن كانتونا قام وقال لهم سيبوه خلاص، لانه كان زميل سابق ليه في ليدز. وبعدها خبط على ظهر جونز بهدوء اكنه بيقول له هتقدر تخبطني لكنك مش هتقدر توقفني. كانتونا كان رهيب في اليوم ده وسجل الجول الاول لينا بشوطة فولي جميلة اللي رفعها لنفسه برجله اليمين. الناس ممكن تقولك ان ويمبلدون مش فريق كبير او ما يستحقش اللعب، لكن ده مش صحيح. الجودة اللي كانوا بيقدموها المهاجمين عندهم كانت حقيقي عالية. العرضيات بالذات الكور من الضربات الثابتة كانت ممتازة، وكانوا بيستخدموا الموضوع ده كتير، وممكن جدا يعوروك في جول او 2 لو ما بعتش انت الكرة بدماغك قبلهم. انت لو مش بتعرف تتعامل مع الكور الرأسية فانت ميت كده كده. الماتشات قصادهم وقتها ما كانتش سهلة في الحقيقة، علشان كده نتيجة 3-0 عليهم كانت مهمة جدا لينا. مكسبين كبار كمان على الارسنال، ماتش 6-2 هناك في الهايبري في كاس الرابطة سنة 90، والماتش التاني سنة 2001 لما كسبناهم 6-1 في الاولد ترافورد. استنى هحكي لك على حاجة. عيلة ايرلندية اشتروا تذاكر ماتش لينا قصاد ليفربول في ديسمبر سنة 2000، لكنهم ما قدروش يجوا بسبب الضباب يومها كان رهيب. خسرنا الماتش ده 1-0 قصاد الليفر، وكان ماتش سيء قوي لينا. المهم لقيتهم بعدها بيكلموني وسألوني نعمل ايه. قلت لهم هنلعب قصاد الارسنال في ملعبنا قريب، استنوا الماتش ده. وقد كان، حضروا مجزرة 6-1. يا الله كانت نتيجة كبيرة. كانت 5-1 بس في الشوط الاول. يوركي دمرهم كلهم في اليوم ده. ورغم اننا كسبنا روما 7-1 لكن خلص مشوارنا في الابطال بعد ما خسرنا في ميلان 3-0، لاننا كنا مجبرين نلعب بتشكيل كامل يوم السبت اللي قبل الماتش علشان نقدر نكسب ايفرتون 4-2 في جوديسون بارك. وقتها ميلان كانوا مريحين 9 من لاعبتهم للماتش قصادنا واللي لعبناه يوم الثلاث، وببساطة ما كناش جاهزين زي ما كان جاهزين اخصامنا الطليان. بلعنا جول في اول ربع ساعة، والجو وقتها كان مطر بطريقة غبية، ما قدرناش ابدا نلعب لعبنا. الفوز يوم السبت كانت مهمة صعبة لاننا كنا متأخرين 2-0 قصاد ايفرتون، لكننا رجعنا في الماتش ورجعنا نتصدر تاني الدوري بفارق 5 نقط عن اقرب منافس لينا. غير تيفيز ولارسون في مواهب عالمية تانية انضمت لينا. كارلوس وعن طريق علاقاته البرتغالية قال لنا ان في شاب برازيلي اسمه اندرسون، وقتها كان عمره 16 او 17 سنة. راقبناه الفترة وكان يدخل يلعب ماتش هنا وماتش هناك، ينزل من على الدكة بديل مؤثر. وبعدها لعب قصادنا ماتش في بطولة امستردام، وبعد الماتش ده قررت اني خلاص هتحرك علشان نضمه، لكن الاسبوع اللي بعده كسر رجله. بعد ما خلص فترة العلاج والاستشفاء بعت مارتن علشان يراقبه في كل ماتش لمدة 4 أو 5 أسابيع. مارتن قال لي إنه أفضل من روني. يا الله، مارتن ما تأفورش، الولد لازم يكون كويس قوي علشان يبقى أفضل من روني. لكن مارتن كان مصر على رأيه. وقتها اندرسون كان بيلعب تحت المهاجم، وفي الآخر اتحركنا علشان نشتريه هو وناني، واللي رحت أنا بنفسي علشان أراقبه. اللي عجبني في ناني هي سرعته وقوته وطبعا قدرته في الكور الهوائية، وكان بيلعب برجلين الاتنين كويس قوي. كل السمات الفردية كانت موجودة فيه. وده خدنا للسؤال الأول، الولد ده من أنهي نوع من الأولاد؟ والإجابة كانت الولد كويس، هادي، بيعرف يتكلم إنجليزي كويس،
ما عملش اي مشاكل مع سبورتنج لشبونه وكان ممتاز في الحصص التدريبيه. يا الله، هو ده الولد المناسب. كارلوس كيروش راح البرتغال علشان نخلص في ناني، وبعدها طار على بورتو علشان نخطف اندرسون. كل ده حصل في يوم واحد بس. بعدها بسنتين ممكن نقدر نقول ان قرار شرائهم كان صحيح، رغم ان كان في مشاكل مع اندرسون في الشتاء 2009 2010. ما كانش بيلعب كتير زي ما كان عايز. وارد كان عايز يرجع لوطنه، كان برازيلي، والمشكلة كانت كاس العالم واللي كان نفسه يشارك فيه لكن يئس. خطته كانت انه يرجع لفاسكو دي جاما لاخر موسم علشان يقدر يلعب في كاس العالم 2010 اللي كان في جنوب افريقيا. مش هتمشي، احنا مش بنستثمر ملايين الدولارات في لاعب علشان في الاخر يطير للبرازيل. قلت له كده وبكل حزم. اندرسون كان شخص محبوب، انا دايما احترمت كل اللاعيبه البرازيليين. هاتلي كده لاعب برازيلي واحد مش بيلعب بامتياز في الماتشات الكبيره. عندهم ميزه خاصه جدا وهو الفخر العميق بنفسهم والايمان الكبير. في قصه اسطوريه كده عن البرازيليين انهم شايفين التدريب مقاطعه مرهقه لحياه مليانه بالمتعه، وده كلام مش مظبوط لانهم بيتدربوا بضمير. واسطوره انهم بيكرهوا البرد برضه فكره مش صحيحه. الاخين دا سيلفا مثلا مش بيلبسوا البنطلون الرياضي ده تحت الشورت ولا بيلبسوا جوانتي، وبيخرجوا عادي زي باقي اللعيبه. مش هتلاقي اي بلد هتقدر تقدم لك الخليط الغني ده اللي هتاخده من اللعيبه البرازيليين. مع ناني كنا بنشتري ماده خام، ما كانش ناضج وكان مزاجه بيتغير، لكن كان عنده غريزه كرويه ممتازه. هيقدر يتحكم بالكرة برجلين الاتنين وراسه، وكان عنده قوة بدنية هائلة، وكان كويس في العرضيات والشوط من بره المنطقة. لما هتشتري لاعب بالمواهب دي لازم تعرف ازاي هتوجهه. كان مشوش شوية وكنا عايزينه يكون منتظم اكتر، وكان اكيد هيلعب تحت ظل رونالدو لانه كان جناح وجاي من البرتغال وعنده شوية سمات متشابهة. لو كان من صربيا مثلا ما كانش حد هيقارنهم ببعض، لكن رونالدو وناني جم لينا من لشبونة، علشان كده دايما كانوا بيقارنوهم ببعض. رونالدو كان محظوظ بموهبته الرهيبة وكان شجاع عظيم برجلين الاتنين وارتقاء خيالي. في الغالب كان شيء صعب ومرعب لناني انه يحط نفسه كلاعب اساسي في مانشستر يونايتد. انك تتنافس مع رونالدو على مكان في التشكيل دي مشكلة في حد ذاتها. في اول سنة ليه قضى معظمها بيدفي كراسي الدكة. ناني اتعلم اللغة بسرعة عكس اندرسون اللي اخد وقت اكبر، اعتقد لانه برازيلي اتغر شوية وكان فاكر انه ممكن يقدر يلعب قدام اي حد. كنت بقول لاندرسون ولا انت شفت نيمار اللي في البرازيل؟ يا الله ده لعيب ممتاز. طيب شفت روبينيو؟ طبعا يا كابتن ده خيالي. مع كل اسم برازيلي بقوله له كان يعمل ردة فعل شبه كده. كان فاكر ان كل لاعيبة بلاده من الطراز العالمي. بس لما البرازيل صعقت البرتغال في ماتش ودي، اندرسون قال لرونالدو في الماتش الجاي هنلعب بفريقنا الخامس علشان نديكم فرصة. رونالدو ما كانش مبسوط بالهبل ده، لكن هي دي لعبة البرازيل. كنت بحب قوي اسمع القصص بتاعتهم، بالذات القصة لما عملوا منافسة في ريو دي جانيرو علشان يكتشفوا لعيبة جديدة يلبسوا الرقم 10، وآلاف من العيال جم علشان يشاركوا، وولد واحد سافر لمدة 22 ساعة تقريبا في أتوبيس. دولة كبيرة ومليانة مواهب. ذكرياتي مش هتكون بنفس الاعتزاز ده لو هنتكلم عن التعاقد مع واين هارجريفز، واللي كان استثنائي في صيف 2006، وكان بالظبط اللاعب اللي هنحتاجه علشان نملى الفجوة اللي سابها كين بعد ما مشي. بدأنا نجهز عرض ليه فعلا، لكني درست مسيرته الكروية وحسيت بسيكة شك. ما حسيتش بشيء قوي قوي اتجاهه يعني. لكن ديفيد اتفق مع البايرن وقابلنا وكيل أعمال اللاعب وقت نهائي كاس العالم في برلين. الراجل كان لطيف الصراحة وكان محامي، وقلنا له اننا هنقدر نطور هارجريفز في اليونايتد. ربنا يحفظنا، الولد كان كارثة. وين ما كانش عنده اي ثقة في نفسه ابدا، وما كانش بيبين اي عزم علشان يحسن من قدراته البدنية. كنت دايما بشوفه بيختار الاختيار السهل في التدريبات. كان واحد من اكتر التعاقدات اللي خيبت ظني في مسيرتي. وديناه لكل مكان في العالم علشان نلاقي حل لاصاباته المختلفة، المانيا، امريكا، كندا. في كل الماتشات اللي كان بيلعب فيها كان كويس علشان نقول اللي لنا واللي علينا يعني. كان سريع وكان بيلعب كور ثابته كويس قوي، وكان بيعرف يلعب باك يمين او جناح او حتى في خط النص. لعب في نص الملعب في نهائي 2008 قصاد تشيلسي. لما بدأنا نعاني في نص الملعب قصاد لعبتهم الثلاثه، نزلته للنص وخليت روني يتطرف يمين شويه والموضوع نجح عادي.
لكن كل ده راح في اللاشيء لانه ما كانش بيلعب باستمرار رغم كل ده. لكن هارجريفز كان كويس في انجلترا في كاس عالم 2006، كان بيملى كل الفراغات في الملعب وكان بيجري في كل مكان ورا الكرة. في سبتمبر 2011 لقينا تصريح هجومي من وين واللي قال اننا خيبنا ظنه بسبب الطاقم الطبي بتاعنا. ادعى اننا استخدمناه كفار تجارب لما كان عندنا، علشان لما جربنا عليه طرق العلاج لمشاكل التهاب الاوتار ومشاكله المختلفة اللي كانت عنده في الركبة. اتقال لنا قانونيا اننا نقدر نرفع عليه قضية، لكن الدكتور ما حسش بإهانة كبيرة علشان يروح للقضاء. في الواقع احنا عملنا كل اللي كان علينا او اللي كان في ايدينا علشان الولد ده، لكن هو كان بينفض للجدول اللي الطاقم الطبي حطه علشانه، وكان هو اللي بيصنع جدول خاص بيه بنفسه. واحدة تانية من ادعاءاته هو اننا اخترناه في قائمة الفريق في ماتش قصاد الولفز اللي كان في نوفمبر 2010، وقال انه طلب مننا اننا ما نختارهوش لانه مش جاهز. كلام فارغ. قبل الماتش ده ب3 اسابيع قال لنا هيكون زي الفل في التواريخ دي، وكانت الاسابيع دي فيها ماتشات في الابطال، وكنت متردد طبعا اني ارجعه من الاصابة لماتش في الابطال على طول كده بعد الغياب الطويل ده في الفترة دي. وكان في اكتر من ماتشات للبودلة في الوقت ده، لكن هو اللي انسحب بنفسه. بالنسبة بقى لماتش الولفز على حسب علمي يعني هو ما قالش اي حاجة للطاقم التدريبي لينا بخصوص ان عنده اي مشكلة. انا كنت مقلق منه سيكا واتكلمت مع مايك فيلان عنه، كنا متوقعين انه هيتصاب وهو بيسخن قبل الماتش. اعتقد انه قال لزميل ليه في الفريق انه مش تمام قوي بسبب اوتار رجله. لما دخل بعد التسخين انا بنفسي وقفته وسألته انت كويس يا ابني؟ رسالتي ليه كانت استمتع بوقتك في الملعب عادي، لكنه نزل و5 دقايق بالظبط واتصاب في اوتار رجله. لكن ده ما كانش مفاجئ. لما وقع معانا كان في حاجة مش مريحاني اتجاهه. الشيء اللي هيحتاجه اي قائد عظيم هو الغريزة، وغريزتي دايما كانت مقلقاني من الواد ده. لما جه علشان الكشف الطبي في النادي كان اجتماعي جدا وكان حقيقي شاب لطيف قوي. كليبرسون كمان سابني اعاني معاه من الشكوك دي، لكن كليبرسون كان عكسه، كان خجول قوي ودايما مكسوف، ما كانش بيقدر حتى يبص في عينك وهو بيتكلم معاك. لكنه كان لاعب كويس، لكن برضه كان بيهتم قوي لرغبات حماه ومراته. ده احنا مش جايين نلعب كرة بقى. بيبي هو اللاعب الوحيد اللي تعاقدت معاه من غير ما اشوفه بيلعب الاول. كان عندنا كشاف مواهب كويس قوي في البرتغال وهو اللي قال لنا عنه، وقال ان الولد ده بيلعب في كل مركز في الكوره وما كانش مستقر في مركز معين، وفضل يجرب ده في فريق في الدرجه الثانيه. لعيب كويس ولازم تشوفه، وهو ده اللي اتقال لي من الكشاف بتاعنا وقلت له تمام. لكن فجاه لقيت ريال مدريد مهتم بيه هو كمان، وانا كنت عارف ده قبل ما جوزيه مورينيو يجي يقول لي كنا مستعدين نقدم له عرض قبل ما تخطفه انت. كانت صفقه فيها نسبه مخاطره شويه، لكن المبلغ ما كانش كبير، كان 7 مليون يورو. بيبي جالنا وكان ولد موهوب جدا في الحقيقة، كان بيعرف يلعب برجليه الاتنين وكان عليه فينش عظيم للكرة. ما كانش لعيب متكامل لكننا كنا بندربه علشان يكون افضل. وديناه تركيا اعارة، لكنه اتصاب بعد اسبوعين بصليبي وبعدها رجعناه علشان نعالجه، وبعدها لعبناه مع فريق الرديف وكان مؤثر معاهم جدا وكان بيتدرب كويس. كان ولد هادي وبيتكلم انجليزي كويس، لكن واضح انه كان بيعاني من طفولة صعبة لما كان في شوارع لشبونة. مع كتير من اللعيبه اللي جم لينا كنت فخور جدا بالشغل اللي عملناه مع اللعيبه اللي راحوا الانديه تانية. في خريف 2010 مثلا كان في 72 لاعب حوالين اسكتلندا وانجلترا، او خلينا نقول اوروبا عموما، كانوا لعبوا او على الاقل اتدربوا المره في مانشستر يونايتد. 72 لاعب رقم كبير جدا طبعا. فابيو كابيلو مره قال لو غطيت لاعب من مانشستر يونايتد بغطا كبير او قناع هتقدر برضو تميزهم حتى لو على بعد ميل كامل. ودي كانت مجاملة جميلة قوي منه. في سن 20 أو 21 هتلاقي اللاعب وقف أو تطوره بقى أبطأ شوية أوقات، وده لو ما وصلش للفريق الأول، وممكن جدا اللاعب من دول يقع في فخ الشك وخيبة الأمل. وصلت للمرحلة دي في مسيرتي الكروية كلاعب برضو. كنت في سن 21 وكنت حقيقي متضايق جدا لما كنت في سنت جونستون وقررت اني ههاجر لكندا. كان عندي خيبة امل كبيرة بقولك، وقلت خلاص الكرة مش ليا، وكنت بفضل اقول لنفسي ان خلاص كده مش هوصل لاي حاجة. في الفريق الرديف لمانشستر يونايتد بقى كنا بنواجه المشكلة دي اوقات، لكننا كنا بنبعت اللعيبة دي اعارة على امل انهم يرجعوا بحالة افضل.
لكن معظم الوقت كان بيعجبهم المسار التاني اللي اتبعوه، لكننا كنا فخورين جدا اننا قدرنا نحرك ال 72 لاعب دول لاماكن تانية في اللعبة. اللعيبة اللي بتوصل للفريق الاول دايما بيكون عندهم يقين بانهم هيوصلوا لهناك. ويلبك مثلا في فترة من فتراته الاولى اخدت بالي انه يقدر يوصل لفريق فابيو كابيلو في كاس العالم 2010، لكن كان عنده مشكلة مع سرعة نموه في سن 19 وكان لسه بيعاني من مشكلة تانية في ركبته. قلت له انه يبقى هادي وحذر اكتر في التدريبات ويوفر احسن حاجة عنده للماتشات، وكان المفروض طوله يبقى 6 اقدام وانشين او 6 اقدام و3 انشات، لكن المهم الولد كان كويس الصراحة ومجتهد وواثق من نفسه. مرة قلت له لانه كان مغرور قوي في الفترة دي: ولا انا مرة هقتلك. قال لي في الغالب هبقى استحق ده. كان عنده اجابة لاي حاجة. شيء واحد كان ثابت في نقاشاتنا حوالين اي لاعب: هل هيقدر يتحمل مطالب جماهير الاولد ترافورد والصبر القليل من الاعلام، وهل هيكبروا ولا هيصغروا تيشيرت اليونايتد. كنا عارفين طريقة نمو لكل لاعب جه من الاكاديمية للفريق الاول، كنا لازم نتأكد من حالتهم النفسية وظروفهم الشخصية في الفترة دي بالذات، لانها بتبقى متقلبة. اللاعب منهم بيبقى لسه خارج من الفريق الرديف للفريق الاول او من الفرق السنيه، فطبيعي تبقى حالته مش مستقره قوي. وطبيعي لما بنيجي نجيب لعيب من بره بنبقى عارفين معلومات اقل نوعا ما رغم كل دراساتنا ليهم والخلفيتهم. في 2010 2009 مثلا لما كنا بندور او مركزين يعني مع خافير هرنانديز والشهير بتشارشاريتو يعني الحبه الصغيره، كان سنه 21 وبعتنا الكشاف للمكسيك علشان يراقبه ولمده شهر. المعلومات اللي جات لنا بعد كده انه ولد بيحب اسرته جدا ومتردد في انه يمشي من المكسيك، لكن اتصالاتنا هناك ساعدتنا اكتر في اننا ندور حواليه اكتر. هقولك على حاجة غريبة: تشجيع اليونايتد اوقات بيبقى غريب ومن اكتر من جانب. نشتري لاعب ب 2 مليون جنيه وهتلاقي الجماهير بتفكر ان ده بيدل على الضعف او اننا نزلنا معاييرنا. جابريال اوبرتان كان من ضمن النطاق السعري ده، لكن الولد كان سريع زي البرق وبالذات في اخر تلت من الملعب كانت رجليه بتطير في كل الاماكن. مامي برام ضيوف مثلا كان مقترح من اولي جونر سولشاير، كان في اكتر من نادي بيحاول يتعاقد معاه وقتها لما اظهرنا اننا بنفكر نضمه لفريقنا، وفعلا بعتنا وخلصنا فيه ب4 مليون تقريبا. كان كويس لكنه معرفش يأسس نفسه معانا ابدا. اشترينا كريس سمولينج من فولهام في يناير 2010، كلفنا حوالي 10 مليون وبدأنا نتحرك اتجاهه لما بدأ ريو فيرديناند يعاني من مشاكل في ظهره. كنا بندور على قلب دفاع في كل مكان وشفناهم كلهم في الفترة دي، وافتكرنا ان سمولينج شاب صغير ولسه هيكبر وينضج اكتر وهيكله كان متكامل. كنت ببصله بنظرة مستقبلية بحتة، كنت بتخيله هو وجونز ايفنز في الدفاع. ما كانش فيه اي استراحة في اي لحظة حتى في الاوقات الافضل لينا. كل ما هفضل مدة اطول لازم هبص للوضع بنظرة ابعد. اعادة بناء الاجيال كانت مهمة في كل يوم. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للفصل ده. انا عارف انه طول قوي، لكن اعتقد انك واخد بالك ان السير بيحب يسترسل قوي في كلامه. اتمنى يكون الفيديو ممتع طبعا، دي اهم حاجة، والاهم من ده كله انك تدعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويصبرهم. سلام.